السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة النهارده، كانت لسه جاية مع ابنها، وابنها راجع بالزي اليونيفورم بتاع الحضانة، والنهارده كان اول يوم في الحضانة، وللاسف راجع تعبان لانه كان رايح برضه عنده استعداد لبرد وسخونية ورشح وحاجات زي كده يعني، وبدأ يظهر بقية الأعراض. طيب احنا عشان أول يوم كل الناس حتى أولادهم كانت تعبانة نزلوهم، وللأسف الشديد ده بيعمل نوع من العدوى وانتشار للعدوى. طب نعمل ايه في الأيام الأولى من الحضانة والمدرسة؟ لو ابنك عنده أي حرارة أو عنده أي تعب أو أي حاجة، يا ريت يريح بس يومين ثلاثة علشان ما ننشرش العدوى ما بين الأطفال، لأن ده واحدة من الحاجات اللي بتنشر عدوى جدا بداية الدراسة بالذات. البري سكول والنيرسري وكي جي 1 وكي جي 2 يمكن بتوع ابتدائي واعدادي اجمد شويه واكبر شويه بيستحملوا، لكن دول اللي بيتعادوا بيعدوا بعض بسرعه، لان الفتره دي في اول 5 سنين من العمر برضو معدلات العدوى فيها والمرض بتكون اعلى شويه. بيرجع الابن من المدرسه، كل اللي بعمله ان انا اول ما بيرجع بخليه يغسل ايده، بيغير هدومه، بكون جهزت له الاكل، بياكل حاجه خفيفه، بيريح شويه، ممكن نديله ناب كده ساعه او ساعتين، ما يطولش عن ساعه باي حال من الاحوال على قد ما نقدر، من نص ساعه لساعه، بلاش حتى ساعتين، على اساس بس يريح شويه ويصحى، نبتدي نشربه حاجه دافيه تاني، ونبتدي نشوف بقى واجباته وحياته وكذا، عشان نحاول ننيمه بدري بالليل. النوم بدري والصحيان بدري مهم جدا، لان ده اصلا كده ولا كده عشان مواعيد الصبح، لكن ما يسهرش ويصحى بدري هيصحى مرهق، والارهاق والتعب والحاجات اللي زي كده بتخلي المناعه رد فعلها بطيء ومش كويس، وممكن يبقى فيه احتماليات للعدوى اكتر. طيب نقدر نعمل ايه؟ كل الاطفال زي ما قلنا فيديوهات قبل كده، موضوع الانيميا، موضوع الزنك، موضوع التطعيمات، موضوع الحاجات دي كلها على قد ما نقدر نراجعها ونحاول نرفع مستواها. التغذيه مهمه جدا، وقلنا اللانش بوكس بتاع الطفل اللي رايح الحضانه او رايح المدرسه هنخليه حاجات ناتشرال. حاجات ناتشرال دي يعني ممكن ساندوتش جبنه مثلا، في جبنه قريش، في جبنه ثلاجه، خيار، طماطم، فاكهه، بلاش عصير جاهز، بلاش الوان صناعيه، بلاش الاكياس اللي بنجيبها كل يوم ونحطها له الجاهزه، كل الحاجات دي مش هتبقى لطيفه خالص. السوائل مهمه طول اليوم، لما بيرجع الشوربه، العصير، الحاجات الفريش اللي بنعملها في البيت. الاكل الصحي مهم، الاكل اللي مش تقيل قوي برده مهم. الحاله النفسيه بتاعت الطفل واستيعاب الموقف وعملت ايه في المدرسه والكلام ده مهم قوي، وان احنا يبقى فيه تجاوب معاه. يبقى احنا على قد ما نقدر ملخص الفيديو ده ان احنا لو ابني تعبان ما نزلوش عشان ما عنديش اولاد الناس التانيه. لما بيرجع لي من المدرسه بيغسل ايده ويغير هدومه ويخش يبتدي ياكل اكل بسيط اللي هو بتاع الغداء، يريح شويه نص ساعه لساعه، يصحى يعمل واجباته، نقعد نتكلم شويه، وعشاء خفيف، وينام بالليل عشان هيصحى بدري، واحنا نازلين من اللانش بوكس بتاعه يبقى شكله عامل ايه، حاجات ناتشرال وطبيعيه على قد ما نقدر. وفي زملاء كتير وفي ناس متخصصين في التغذيه وفي امهات كتير عامله حاجات فيديوهات لطيفه قوي للقصص دي، بالذات الحاجات اللي فيها خضار وفاكهه وحاجات فريش بعيد عن الالوان الصناعيه وكده. لو انا حاسه ان هو تعبان او مش كويس او حاجه، مفيش داعي ان انا انزله. التحاليل اللي قلنا عليها في الاول، صوره الدم ونسبه الحديد وفيتامين دي بنراجعها بسرعه، وعشان نبتدي لو عنده انيميا، لو عنده حاجه نزودها له للتركيز زي الزنك وزي الاوميجا وزي الحاجات اللي زي كده، كل ده ممكن يكون مفيد ليه. كل سنه هم طيبين، عودا حميدا للمدارس ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.